الخوت والله الا حشومه على هاد الناس هادو، راه شي مره كتصادف مع شي حوايج اللي كتحشم كاع تبينهم، زعما غير كنقولوا هاد الشيء غير باش الناس زعما لا كون ربي العالمين يهديهم ويحشموا شويه. راه المنكر هذا والله. دابا هاد الشيء لا تفرق على شي وجه شي خدام كي غيولي. الله يهدي ما خلق وصار. خوت ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ومغامره جديده. اليوم غادي نعرفكم على هاد المهنه بدون ماسك. بقاو معنا لاخر الفيديو. السلام عليكم اخواني، كما كتعرفوا راه قبل ما نخرجوا كنحاولوا نتفقدوا شي حاجه ديال الماء او الزيت ديال الماكينه او ما شابه ذلك. يعني قبل ما نخرجوا راه كنراقبوا الكاميون مزيان، عاد كنتوكلوا على الله. الخوت والله الا باغي نحطكم غير في الصوره باش تشوفوا هاد العقليه ديال هاد الناس. شوفوا الطارو فين محطوط. دابا حنايا كي غنديروا هاد الطارو نهبطوه باش نخويوه؟ واش حنا دابا سوبرمان؟ راه باش خدموا بكل صراحه، ولكن خصي الانسان يراعي شويه لواحد اخر. هاد الطارو راه عامر بالازبال وثقيل، ولكن حنا منين غنهبطوه راه عارفين باللي راه كاين الاشغال. والله حنا ماذا بينا تعود بالنفع على المدينه، ولكن راه بعد بينا في نفس بعض الاماكن الخطى راه كتوقف فيهم 5 دقائق 10 دقائق، راه كتفرغ وكتمشي بحال. ولكن راه ملي كتكون الازبال هكا في الارض يعني مريشه هكا في الارض راه كتطلب منا واحد الوقت. خوت شفتوا الطاروات والله الا 2 السوايع باش خدمتهم، ها هما عمار ومين جديد بحال اللي ما عمرنا ما خدمنا. التعاون راه مزيان الخوت. انتم كتشوفوا هذا الشيء راه حيدناه في 10 دقائق. ديروا لنا واحد الاعجاب. ما كاين حتى مع من تدوي. بقيت كنشوف كنتسنى لعل شي واحد يبان شي مسؤول ديالهم ولا شي طاشرون ديالهم. حتى نزلت مشيت عند الشيفور ديال البوكلان وبقيت انا كنعيط له وكنزقي عليه وكندق في الباب وهو جالس شاد التليفون وما مسوقش كاع نهائيا. قال لي راه ما لقيناش كيفاش نديروا له، ما خصنا نخدموا، راه طلعناهم فوق الطريطوار راه بالكشفه يعني باش نقول لكم بشق الانفس باش طلعناهم. قلت له دابا شكون اللي غادي يهودهم؟ دابا شكون؟ قول لي غير كيفاش غنديروا. نتوما طلعتوهم ما قلتوا حتى طلعتوهم، وكيفاش حنا غنهودوهم باش نفرغوهم؟ قال لي غادي غير يسمحوا لينا راه ما عندنا ما ندير. ضروري هذه، راه حنا الشيافر المساند ديالنا. راه كما كتشوفوا الاخوان راه دابا يعني احيانا كنجيو كل مره كنجيو نفرغوا، كنلقاو الكاميون عامر وكنضطروا نجيو لهذا ديشارج اللي يعني واحد المسافه ديالها ديال واحد 46 كيلومتر يعني عاد كنبديو الخدمه. الله يسخر الجميع والله يستر، غنتوكلوا على الله وكنتمنى ربي العالمين يوفق كل واحد. هاي الخضوريات هي زينه صراحه.
فراغ الخط راه شي حاجه ضروريه، راه غالبا كنلقاو الكاميونات عامرين وكنجيو كنفرغوا في هاد لا ديشارج اللي يعني ما يجيو لها الا الصابورون كما كنقول دائما. الروائح راكم عارفين لا ديشارج شنو كيكون فيه. ما غاديش نبين لكم الاسباب، ولكن راه غادي نبين لكم النتيجه اللي كتخلي المدينه نقيه. داك التعب وداك الجهد راه ما كيمشيش في فراغ، كاين فرق. كلا الخطر راه ماشي في هاد الزاج والحجر اللي كاين في هاد الكرتونه، ولكن المشكل الكبير هو انه لقينا في وسط هاد الشيء كامل واحد الايه قرانيه محطوطه مع الازبال. هذا هو اللي بقى فيا انا الحال. واش الناس كتجيهم عادي؟ انا راه ما فهمتش والله. هانتوما الخوت كتشوفوا كندخلوا في شي اماكن اللي هما ضيقه، يعني كتصعب بالكاميون باش تدخل ليهم. هانتوما شوف، وراه حتى الرؤيه راه صعيبه، لان علاش كيجي شي واحد جالس مع الشارع هكا يقدر ما تشوفوش. راه احيانا كنشوفوا عند هاد المرايه ولكن جل من لا يسمع. شتي الكلاخ ديال البشر الخوت، والله الا ربع ساعه هادي باش خوينا هاد الطروا. شوفوا راه باقي خاوي. ها انتم الخوت. ضروري خصنا نتعاونوا حنا يعني كيف واحد، بحال شي فور بحال خدام كنتعاونوا على النفايات باش كنربحوا الوقت، وهذا امر ضروري غير باش تمشى الامور. الثروات الخطرة ثقالين شويه، كيحتاجوا واحد القوه بدنيه. الانسان كيدير معاهم مجهود غير باش يحركهم، وخصوصا ملي كيكون الانسان صايم. فهادشي كامل راه اهم شيء هي المساعده. الانسان يتساعد مع خوه المسلم، بغى مثلا غادي يقول له واحد الدقيقه نهبط الزبل ديالي ما فيها باس، ورغم انه حنا مضغوطين بالوقت ولكن راه كنتساعدوا، راه ما غادي يديو معنا حتى شي حاجه في هاد الدنيا. دابا هذا اللي دار هاد الفعله تلقاه شي دراري صغار ولا شي واحد مريض او لا شي براش ما عندهم عقل. هادشي اللي كاين دابا، راه هادشي راه يعني داروا لنا غير تماره وغادي ياخذوا منا غير الوقت. زعما هادشي راه حشومه، راه ما تلقري فين تلقاه الا عند العرب. هادشي كاين بعض الاماكن اللي ما جاياش فين توقف تما وتهز ديك الازبال، لان داك المكان ممنوع ترمى فيه الازبال، ومع ذلك كنلقاو مشكل حنا يوميا. لان واش غدير عساس تما؟ راه ما يمكنش. المواطن كتلاقى مع شي واحد تما جيب شي ميكا كتقول له الله يرحم الوالدين راه ما خصكش تحط هنايا. كاين اللي كيتفهم وكاين اللي ما مسوقش كاع نهائي. والله الا كنخاف من هاد الدراري الصغار اللي كيلعبوا في وسط الطريق بدوك التروتينيات، راه صعابين والله. شي مرات راكم عارفين الدراري صغار هما ما على بالهم والو، ولكن راه العواقب هما وكيجيبوها غير يعني الوالدين هما اللي كيتاثروا. كاين شي اماكن كنمشيو ليهم خوتي بعادين شويه خارجين على المدينه، وكندوزو في شي يعني بحال واحد الغابه، الطريق مكرفسه شويه بالشجار ديال الاخر، وتقدر تقاس مع شي مرايه او شي حاجه تقصلك شي حاجه، ولكن راه كدير يعني المستحيل باش تخرج سالم من داك البلاصه.
هاد الخدمه راه ماشي سهله، ولكن القصه كامله راه مازال ما بانتش. ديرنا واحد اللايك واشترك معنا في القناه، حيت الفيديو الجاي غادي يبين لك الحقيقه والوجه الحقيقي ديال هاد المهنه.